قلت بأنه حمار، قال لي لماذا تقول له حمار؟ لأنه حمار يا دابة، يا وجه الويل، الشيخ العبوس، وجه صقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم الدكتور فايد اللي كنلقبوه بالعشاب. وكيف تناظر شخص ويقول لك عشاب؟ اللي كنلقبوه بالعشاب وهو لقب يعني يصلح أن نسقطه عليه لأن تخصصه يعني اسمان وأعشاب وكذا وما شابه ذلك. هو كيتكلم على أزير، كيتكلم على القرنفل، كيتكلم على الخرقوم، كيتكلم على فوائد الزنجبيل، وهذه يعني قضية مهنية ديالو. معليش دابا تيقول لك ودي يلقبني بالدكتور وكذا، أنا ماشي أنا نلقب. أنت خديتي شهادة الدكتوراه كما قلتي باستحقاق. قل أريد أن أناظر الدكتور فايد، قل أريد أن أناظر الدكتور فايد. الدكتور محمد فايد معك رشيد نافع من هولندا كالعادة. أنا أوافق. قلتي يعني يقول لي الدكتور فايد. دكتور فايد مرحبا، وإن شاء الله هذه المرة هذه خرجتي من إطار الندوة الدولية، الندوة الوطنية تكون في المغرب. مرحبا إن شاء الله. أنا قلت ندوة وطنية، ونتحداك ونتحدى اللي قراوك. ندوة وطنية وأنا أتكلم في الدين والشريعة. خرجتي من إطار الندوة الدولية، الندوة الوطنية تكون في المغرب. مرحبا إن شاء الله. فأنا موافق إن شاء الله. مرحبا مرحبا. إن شاء الله السميع العليم يكون لنا لقاء وعبر إطلالة بريس أو هيس بريس أو أي منبر إعلامي في المغرب. مرحبا، لا مانع عندنا، والله يوفقنا وياكم بما يحب ويرضى. ونتمنى ان شاء الله تجاوبني. انا ما غنناقشكش في الفيزياء ولا في الكيمياء، انا لكن كتجرأتي على الدين وتجاوزتي الحدود ديال سيدي ربي وانتهكتي الحرمات والمقدسات ديال المغاربه خاصه والمسلمين عامه. فلهذا ما عمرنا كنا غنخرجوا باش نردوا عليك. كون بقيتي في الميدان ديالك، تجاوزتي الميدان ديالك وخرجتي للدين وكتحدى وكتكلم بالكلام الباطل يعني الذي لا اساس له من الصحه اطلاقا اطلاقا. والحديث في العلم ينبغي ان يكون بشروط كما ذكر يعني الائمه. فالانسان الذي يتكلم بما لا يعرف ويعرف بما لا يعرف يأتي بالعجائب كما قيل قديما. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكنشكر الإخوة جميعا الله يجزيهم بخير على استنكارهم لسبه وشتمه. لما قلت بأنه حمار قال لي لماذا تقول له حمار؟ لأنه حمار يا دابة، يا وجه الويل، الشيخ العبوس، وجه صقر. وهذا لا يضرني أنا إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمي بأنه ساحر ومجنون وكاهن، وأوذي في عرضه وسب وشتم وأوذي وضرب وحوصر عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك الحمد لله هذا كله ما صده عن المضي قدما في الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا حق الرد ورغم ذلك لا نفعل. علاش؟ كنستدل بقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. هذا هو. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأعرض عن الجاهلين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. فأنا لا أعتدي عليك ولا أسبك ولا أشتمك لأن الله هو الذي صورك، ولكن أنا أناقش فكرك لا أناقش شخصك.